العربيه دي امريكي ولا الماني ولا ايه نظامها بالظبط؟ وايه حوار الموتور ال 1000 سي سي ده؟ انا مقلق منه. فورد فوكس شغاله بموتور ايكو بوست 1000 سي سي توربو 3 سلندر، مخرج 123 حصان و170 نيوتن في المتر، ومتوصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات. قبل ما اتكلم عن انطباعاتي عن الموتور، لازم تعرف ان الموتور ده عبقري جدا. الموتور ده اخد جايزه افضل موتور لعام 2012 و13 و14 انتهاء لحد 2017. 6 سنوات على التوالي مفيش موتور قادر ينتزع منه الصداره، ده بجانب حصوله 3 مرات على جائزه افضل موتور ناشئ ل3 سنوات متتاليه. فكره ان انت تجمع بين الاداء الجيد والقوي يعني وبين التوفير، دي حاجه صعبه جدا ونادره جدا، لان هي عباره عن معادله. عايز اداء جيد مش هتاخد توفير، وعاوز توفير مش هتاخد اداء قوي. الموضوع هنا لا، الموضوع هنا مختلف كتير. لو انت عاوز توفر بنزين هتمشي عادي جدا، عاوز تدوس دوس، هتجري التربو هيسبول وتاخد الاداء اللي انت مستنيه. الفكره كلها ان انت المتحكم الوحيد في قصه الاستهلاك بتاع البنزين وقصه الاداء. الجدير بالذكر ان التربو بيسبول ابتداء من 1400 لفه في الدقيقه انتهاء ل 4000 لفه او 4500 لفه في الدقيقه. هحط لكم رسم بياني يعني لحركه التربو. والتسارع من 0 ل 100 في حوالي 11.1 ثانيه. تسارع الموتور هنا مقبول جدا جدا، واقوى من منافسين كتير جدا، اقوى من المازدا 3، اقوى من الاوبل استرا، اقوى من التويوتا كورولا، اقوى من السوبارو امبريزا. ده الجزء الاول من قصه الموتور. ثانيا بقى وده الاهم، ان استهلاك البنزين هنا اقل منهم بكتير جدا، وهنا بقى بتكمن المعادله الصعبه، وهنا سر فوز الموتور ده بالجوائز الكتير جدا اللي احنا اتكلمنا عليها. اما عن الفتيس فنقلاته سلسه وناعمه جدا، وبشكل عام الفتيس متوجه اكتر ناحيه الاقتصاديه، وهو ده الاتجاه اللي العربيه بتسعى وبتجري وراه. الفتيس 6 نقلات، واستجابه الموتور شويه بطيئه عن الطبيعي. طول ما انت ماشي على الدي الموتور دايما بيحاول يكتف المكنه ويهدى بالاداء على قد ما يقدر، لكن على السبورت مود الموضوع مختلف جذريا. الفتيس بيحتفظ بالنقله لاطول فتره ممكنه، بيساعدك بالانجن بريك مجرد ما تشيل رجلك من على دواسه البنزين. استجابه الموتور بتبقى حاده اكتر. اما عن التوجيه في الطبيعي حاد ودقيق جدا، واستجابته ممتازه ومطمئن جدا لما تحاول تنقل من حاره للتانيه. الدريكسيون ما هواش تقيل لدرجه التعب والارهاق في وسط البلد، وما هواش خفيف لدرجه المراجيح على الطريق ما تبقاش عارف تمسك حاره او تنتقل من حاره للتانيه بثقه ان انت هتقدر توصل للمكان الصح. التوجيه هنا فعلا جيد جدا، ويعتبر من اهم نقاط التميز في العربيه، وفعلا يرفع عليها القبعه. يعني طبيعه العفشه هنا طريه جدا، وبتميل لامتصاص الصدمات للغايه. برضه نفس قصه التوجيه، ان العفشه هنا ماسكه العصايه من النص، ما هياش ناشفه جدا وبتديك الاحساس بالرياضي القوي بقى والكلام ده، ولا هي طريه جدا اكتر من اللازم فمريحه جدا مثلا في وسط البلد، ولكن على الطرق السريعه بتنقل لك كل عيوب الطريق. لا لا لا، الموضوع هنا مختلف. كمان الثبات جيد جدا، وبشكل عام مفيش بادي رول في العربيه. المزيج ما بين الثبات المتميز، التوجيه الدقيق والحاد، ما فيهاش بادي رول، من افضل العربيات في الاداء في هذه الفئه على الاطلاق، وبتتفوق على نسبه كبيره جدا جدا من المنافسين. واخيرا عزل الضوضاء جيد، وعزل الرياح نقدر نقول عليه كويس. اي نعم في شويه صوت كده هوا بيبان على السرعات العاليه شويه، لكن مش بالطريقه المزعجه او اللي تضايقك قوي يعني من العربيه. وبالمقارنه والقياس مع المنافسين الموضوع ما هوش كارثي خالص يعني. فورد فوكس من العربيات القليله اللي مش باين عليها السن من الشكل الخارجي. المقدمه الفخمه والجريئه المستوحاه من الفورد فيوجن قدرت توصلها للشكل الراقي ده. الجنوط 17 في أعلى فئة مع الارتفاع المتوسط للسيارة والشبكة الواسعة قدرت توحي بمظهر رياضي قوي. مساحة فتح الشنطة متوسطة وشفة التحميل جيدة جدا، ولكن سقف الشنطة منخفض جدا وخلاها توحي إنها أصغر من الطبيعي بكتير، مع إمكانية طي كنبة على مرحلتين. لكن للأسف في فرق ملحوظ في مستوى أرضية الشنطة والكنبة بعد الثاني، وده هيصعب دخول وخروج الحمولات من الشنطة جدا. إجمالا نقدر نقول إن مساحة الشنطة ليست أفضل شيء في فورد فوكس على الإطلاق. كمان من النقط اللي أثارت انتباهي هو إن حوض الموتور ضيق بطريقة غير مقبولة، وعملية الإصلاح في مكان زي ده
تعد أسوأ كوابيس أي فني إصلاح. وضعيه الكرسي كمان منخفضه وبتساعدك على الاحساس بالرياضيه، مع مساحات الرؤيه الزجاجيه الكبيره جدا والقايم الفانكي الكول اللي مسحوب جايب من اول الكبوت لحد القايم. الميكس ده كله برضه بيوصل لك الاحساس بالرياضيه جدا، ومفيش نقاط عاميه كتير في العربيه. القايم نفسه كمان رفيع ومسحوب قوي، فتقدر تقول ان في يعني حاجه شبه الشراعه شويه بس بيلت ان كده في نفسها. اي نعم، يعني لو هلوم شويه كده بس على الكرسي، كان محتاج يكون اكثر احتضانا من الاجناب عشان يكون الميكس اللطيف اللذيذ ده مكتمل. يعني مكان العدادات المنخفض واضاءتها، كمبيوتر الرحلات ومكانه وكميه المعلومات اللي بيوفرها الكويسه جدا هتساعدك جدا اثناء القياده، ومش هتحتاج تبذل مجهود او ان انت تبعد عينك عن الطريق عشان تعرف المعلومه اللي انت بتحاول توصل لها وانت سايق. تصميم الطاره بقى بصراحه دي من اكتر الطارات اللي عجباني في الفئه دي على الاطلاق. مسكه الطاره ممتازه، حجم الطاره تحفه، الخامه بتاعت الطاره ملمسها جلد محبب جدا لليد، الشطفه بتاعتها من تحت، الكروم، المالتي فانكشن. الطاره من اكتر نقاط القوه والتميز في العربيه دي فعلا. هرجع تاني واقول لك ان الميكس الكتير ده بين الاداء الرياضي للعفشه، الاداء الرياضي للتوجيه، الاداء الرياضي للموتور، الطاره، العدادات، اضاءتها، شكلها، مكانها، سحبه القايم بتاع الازاز الامامي، مساحات الرؤيه، كل المزيج ده بيقدم لك متعه القياده على طبق من ذهب. لو سالت اي حد راكب فورد فوكس ايه اكتر حاجه عجبك في العربيه، العربيه ليها روح، العربيه مش ممله. انت ما انتش راكب كورولا، انت راكب عربيه تحب الناس تشوفك فيها، تحب تسوقها لمسافات طويله، مستمتع وانت سايق. انت مش بتأدي مجرد مهمه، انت طالع ترفه عن نفسك بالسواقه. تصميم التابلو جيد ويميل للكلاسيكيه، ومستوى التقفيل متوسط، والخامات مخيبة للآمال. بلاستيكية جدا، بلاستيكية أكتر من اللازم بما لا يناسب الفئة السعرية دي تماما. المنافسين أمثال ميجان ومازدا 3 وأسترا أفضل منها بكتير قوي في النقاط دي. تصميم الازرار واماكنها جيده، ولو ليها تعليق بسيط بس على مكان زرار الانتظار او اللي هو التسميه الصحيحه بتاعته الطوارئ. يعني زرار صغير جدا ومش بالحجم الكافي ان انت هتدوس عليه اصلا وانت مش باصص عليه، انت في مشكله مثلا فعاوز تخبط ايدك تلاقيه اشتغل وهكذا. يعني المساحه القدام بقى بتاعه السواق جيده جدا، ولو ليها تعليق برضو الاشخاص الطويله شويه هتواجه شويه مشكله كده في وضعيه مشط رجلك على بدال البنزين والفرامل. مساحه الراس كمان ممتازه، وامكانيه ضبط الكرسي كهربيا في كذا اتجاه، وامكانيه ضبط الطاره، الكلام ده كله ممتاز جدا. المساحه الجانبيه او العرضيه يعني شويه محتاجه زياده، ولكن ستيل برضو كويسه. الموضوع برضو ما هوش كارثي، احنا بنتكلم كله في قصه جيد واجود. لكن كعيوب جوهريه انا مش شايف اي عيوب جوهريه قويه يعني تمنعك عن قصه المساحات دي. انا 184 وما عنديش مشكله قصوى يعني مع الموضوع ده، هو بس قصه مشط الرجل على البدالات مش اكتر. المساحه الخلفيه بقى كده وركز معايا فيها، القائم الخلفي وانت داخل شويه مزعج، واحتماليه ان انت دماغك تخبط فيه موجوده شويه، بس وانس انك دخلت الموضوع مختلف تماما. يعني مساحه الركبه رائعه وافضل من منافسين كتير جدا. نفق الفتيس مثلا، نفق الفتيس موجود بس افضل من مازدا، افضل من اوبل استرا. نقدر نقول يعني ان المساحه الخلفيه تشيل فردين بالغين وطفل مثلا في النص، او حد ثالث بس مش هيقعد مرتاح قوي. العربيه من ورا ما هياش سنترا ولا سيراتو في المساحه يعني، بس ستيل كويسه. واخيرا الخامات الخلفيه زي الاماميه بلاستيكيه. حابب افكركم ان السبسكرايب مهم جدا عشان يوصلك كل جديد للبرنامج، لان حرفيا اقل من ربع جمهور البرنامج فقط اللي بيوصلوا الفيديوهات الجديده. احنا شغالين بسرعه كبيره جدا وبننزل حلقات تقريبا كل اسبوع او كل اسبوعين، ولكن مش كل الناس بتوصل لها بسبب ان مفيش حد عامل سبسكرايب. فاعمل سبسكرايب دلوقتي ويلا بينا نكمل الفيديو. طيب ليه يا عم طارق كنت بترشح العربيه ديت لناس كتير جدا جدا في كل سؤال، ومره واحده الترشيحات بدات تقل؟ الاجابه على السؤال دوت تنقسم لجزئين. اولا من وجهه نظر الشخصيه، مستقبل اي عربيه في مصر بيتحدد وبيستمد قوته من قوه الوكيل. وكيل فورد محترم جدا، واكاد اجزم انه واحد من افضل التوكيلات في مصر على الاطلاق، بجانب ان اسعار قطع غيار فورد فوكس هي ارخص اسعار سيدان في الفئه دي تماما. الاسعار فعلا مثيره للدهشه من كتر ما هي رخيصه، ودي حاجه انا شايفها بعيني مش مجرد اخدها من بق الملاك وبس. وهذا شيء لو تعلمون عظيم. فكره ان انت وانت سايق ما عندكش بعبع ان العربيه تتحك او تتخربش او تتخبط حاجه بسيطه جدا، ده احساس كويس جدا. اعتقد الناس اللي راكبه اوبل استرا مفتقداه للغايه يعني.
تاني سبب كان القيمة مقابل السعر. العربية دي في فترة من الفترات كانت أفضل قيمة مقابل سعر على الإطلاق في الفئة ديت، والقليل كمان من اللي أعلى منها، وكانت بتقدم حاجات كتير جدا زيادة عن سعرها، وخصوصا في الفئة التيتانيوم اللي أنا راكبها حاليا دلوقتي. لكن مؤخرا حصلت زيادات في أسعار الفورد فوكس خلتها في موقف مش لطيف أو مش قوي قوي زي زمان، وخصوصا في حضور منافسين شباب لسه حديث الولاده زي الرينو ميجان مثلا اللي بتهدد عرش فوكس وبقوه، خصوصا بالمكنه الجديده 1200 التوربو. يمكن لما فوكس 2019 تنزل الوضع يختلف شويه، امل ذلك يعني. في النهايه نقدر نقول ان نقاط التميز في فورد فوكس هي الموتور والاداء القوي جدا، توفير البنزين، الوكيل القوي والمحترم جدا، وعوامل الامان الممتازه اللي بتؤهلها انها تكون عربيه عائليه من المقام الاول. بس كده، قول رايك بقى ابو المواتير في كومنت كده، هل فورد فوكس تستحق الشراء؟ ومين اقوى المنافسين اللي انت شايفهم لفوكس ومناسبين معاها كده يعني يقدروا يخبطوا في بعض كويس؟ ومين العربيه اللي تقدر تنتزع عرش وصداره الفورد فوكس في مصر؟ من فضلك مره تانية ما تنساش سبسكرايب، لان حرفيا ربع جمهور البرنامج فقط هو اللي بيوصلوا للفيديوهات الجديده، والباقيين بيقابلوها صدفه كده في اليوتيوب وهم بيتمشوا. انا ابو المواتير طارق عبد الله، اللينك بتاع بروفايلي تحت في الديسكربشن، اعمل فولو، والانستجرام كمان لو عايز تشوف كل الكواليس. سلام عليكم.